السلام عليكم طلبة وطالبات تالتة ثانوي. معكم مستر خالد هاشم. هنكمل مع بعض بإذن الله ال Great Expectation Chapter number 2. هو عشان طويل شوية فهنقسمه جزئين Part 1 and Part 2. ال Chapter number 2 دوت بيسمى The Capture. The Capture، كلمة Capture معناها أسير، شخص أسير، لكن مقصود به هنا عملية أسر الهاربين المجرمين. احنا خدنا قبل كده في Chapter number 1 إن في 2 مجرمين convicts هربوا من بريزون شيبس، من سفن السجون. فبالتالي يحصل في الشابتر دوت عملية أسر ليهم ذا كابتشر. آخر حاجة خدناها إن بيب سرق stole the food and the file from Mr. Joe and gave them to the convict. هنشوف هيحصل إيه مع بيب والconvict في الشابتر نمبر 2. أول حاجة ناخدها key vocabulary، هنقراهم بسرعة كده مع بعض. soldier a village school liar a poor fellow prisoner a shilling an office a ditch a lie grateful broken death fortune gloomy alphabet guest. دولت الكي vocabularies بتاعت الشابتر نمبر 2 الجزء الأولاني. فلازم تكون عارفهم عشان تعرف تجاوب. الفيربس انت تقراها بقى اللي هم سهلين. نخش على الشخصيات الجديده اللي هنقابلها new characters of chapter 2. اول حاجه two soldiers واللي هم الجندين اللي هم هيدوروا على ال two convicts، فيحصل two soldiers هيدوروا عليهم. تاني حاجه شخصيه uncle Pumblechook. uncle Pumblechook مين uncle Pumblechook دوت؟ a friend to the Jews، صديق لعائلة جو، وفي نفس الوقت الوظيفة بتاعته grain merchant، تاجر حبوب. تاني شخصية مهمة بيدي an orphan girl، بنت يتيمة، أنت تعتبر instructor أو teacher بتاعت بيدي. رابع شخصية مهمة جدا جدا ميس هافيشام. ميس هافيشام ديت ريتش وومن، امرأة غنية، وهي ليها تأثير كبير جدا في تغيير شخصية بيب. دي كانت الشخصيات. هنخش مع بعض زي انسيدنتس الأحداث الأساسية أو الأحداث اللي موجودة في الشابتر نمبر 2. بريامبل عندنا ديت معناها الأحداث التمهيدية زي ما تعودنا خلاص قبل كده. Number 1. Babe was afraid to be arrested for stealing Mr. Joe's file. بيب ده كان خايف إنه هو يقبض عليه علشان سرقة الفايل والفود بتاع مستر جو، لأنه هو بيب stole them. But they were busy fixing dinner for Christmas Day. لكن they اللي هو مستر جو and Mrs. جو were busy، كانوا مشغولين fixing يعني preparing dinner العشاء for Christmas Day. Number 2. Uncle Pumblechook who was the guest of the Christmas dinner، اللي هو كان ضيف بتاع الكريسماس dinner was a grain merchant زي ما قلنا grain merchant تاجر حبوب in the village في القرية. he had good news، جاي ومعاه أخبار حلوة for Mrs. Joe. يا ترى إيه الأخبار ديت؟ نمبر 3 هنقولها مع بعض. The villagers showed the two soldiers Mr. Joe's house. لما الكونفيكتس هربوا طبعا السولجرز الجنود بدأوا ما يبحثوا عليهم في المارشز وفي الفيليج اللي كانت جنب المارشز بتاعت بيب. فالفيليجرز الناس القرويين وروهم بيت مستر جو. طب هم كانوا عاوزين مستر جو ليه؟ لو عرفوا ان مستر جو دوت بلاك سميث ومعاهم هاند كافز. الهاند كافز ديت اللي هي الأصفاد أو الكلابشات كانت بروكن مكسورة، فبالتالي بيدوروا على مستر جو علشان يصلح لهم الكافز ديت الهاند كافز. The villagers نمبر 3 مع بعض تاني. The villagers showed the two soldiers Mr. Joe's house، منزل مستر جو. بص هنا لكي repair يصلح the hand cuffs for them. Number 4. During dinner أثناء العشاء two soldiers الجنديين دولت جم holding broken handcuffs، شايلين معاهم الكلبشات المكسورة asking for Mr. Joe. فخبطوا على البيت وبعدين اتفتح لهم. هيحصل الديالوج الآتي. في soldier منهم بيقول excuse me but I want the blacksmith، يعني excuse me لو سمحتم أنا عايز البلاكسميث الموجود عندكم. These handcuffs are broken، الهاند كافز ديت مكسورة. Can you fix them؟ بيتكلموا مستر جو.
كان فيكسهم ممكن تظبطهم لنا تصلحهم يعني. لكن يرد عليهم أنكل بام بالشوك، قال لهم are you after convicts sir؟ are you after، كلمة are you after يعني are you going after convicts، يعني هل انتوا بتطردوا الكونفكتس سير؟ نمبر 5 اداله كده خلص. نمبر 5 ملخص نمبر 5. مستر جو repaired the handcuffs for them. مستر جو صلح لهم الهاند كافس. مستر جو offered، ده مش كده بس، مش صلح لهم بس، هي offered عرض عليهم to accompany them علشان يصطحبهم with بيب، يعني ياخد معاه بيب to help arrest عشان يساعدهم في القبض على two convicts. هنا الديالوج ما بين بيب ومستر جو فين بقى؟ on their way into the marshes، في طريقهم مع التو soldiers into the marshes، اتجاه المارشز. بيب طبعا هنا خايف ان هو لو الكونفكت بتاعه شافه هيعرف ان هو بلغ عنه وقال عنه المكان بتاعه. بيب هنا بيقول لمستر جو I hope we don't find them، ده في الديالوج، اتمنى ان احنا ما نلاقوهمش. find them ما نلاقيش الكونفكتس، انه خايف. مستر جو قال له I'd give a shilling if they had escaped، انا هديك شيلينج. شيلينج ديت عملة قديمة، شيلينج كانت في مصر زمان، شيلينج يعني شيلين. if they had escaped لو هم هربوا. دي كانت بريامبل، الاحداث التمهيديه اللي بيمهدنا ليها للاحداث اللي هي الكلايمكس، ذروه الاحداث او الاحداث بقى اللي فيها اكشن. Number 1. The two convicts were fighting, bleeding, and swearing loudly at each other in a ditch. تاني. The two convicts الهاربين were fighting كانوا بيتعاركوا، bleeding بينزفوا دما، and swearing بيتوعدوا loudly بأصوات عالية at each other لكل منهم الآخر in a ditch. ditch يعني حفرة كده فيها مية بتأثير المية اللي موجودة، أو عشان هما مارشز في المستنقعات، فبالتالي ممكن تلاقي حفرة أو خندق مائي كده موجود في مية مش نظيفة يعني. فالحالة ديت هما بيتخانقوا طبعا، الكونفكتس لما بيتخانقوا السولجرز سمعوهم. The soldiers saw them شافوهم وسمعوهم by their torches، لما شافوهم بالتورشز بتاعتهم، المصابيح أو الكشافات بتاعتهم. هنا حصل ديالوج ما بين السولجرز وما بين الكونفكتس. السولجر بيقول give up you two، give up توقفوا يعني استسلموا، you two انتوا الاثنين. second convict الكونفكت اللي هو التاني اللي هو مش بتاع بيب بيقول له he tried to murder me، he tried to murder me هو حاول يغتني يعني يقتلني. بيبس الكونفكت بتاع بيب قال له، اللي بيقول للسولجرز ايه، he lies ده كذاب، he's a liar born هو مولود اساسا كذاب، and he'll die a liar وهيموت كذاب. soldiers طبعا راح شخط فيهم وقال لهم enough of this كفايه كده وتعالوا لي بره. نمبر 2 النقطه رقم 2 بيبس كونفكت سو هيم، لما طلعوا بره الكونفكت بتاع بيب شاف بيب استغرب. اول حاجه قال شك ان بيب هو اللي جايب السولجرز وجايب كمان مستر جو معاه. but بيب shook his head، لكن بيب shook يعني هز his head رأسه in a way هزة الراس ديت بطريقة which meant اللي كانت تعني that Pep didn't tell anyone about the convict، ان هو بيب ما قالش اي حاجة عن الكونفكت دوت، ولا السولجرز ولا مستر جو ولا اي حاجة. Number 3. The convict understood Pep، الكونفكت كان ذكي، فهم الشوك اوف ذا هيد ديت اللي هي الهزة بتاعت الراس ديت، فهمها ان بيب ما قالوش اي حاجة. هنا حصل ديالوج ما بين الكونفكت بتاع بيبي دوت ومستر جو. ده الديالوج دوت بيثبت ان الكونفكت دوت proved to be a good man، اثبت ان الكونفكت ده راجل good man او جنتلمان يعني. بيبس كونفكت بيقول ايه، I used to say something، لو سمحت انا عاوز اقول حاجة، بيتكلم طبعا السولجرز جنود. I took some food from the blacksmith، انا خدت فعلا الفود من البلاك سميث.
Are you the blacksmith؟ بيشاور بقى على مستر جو لأن شكله فعلا blacksmith. فاللي هنا الكونفكت بيقول له Are you the blacksmith؟ هل أنت البلاكسميث؟ I am sorry to say، أنا آسف إن أنا أقول لك I have eaten your pie، إن أنا أكلت الفطيرة بتاعتك. مستر جو كالعادة راجل جنتلمان and so kind، وطيب جدا جدا. مستر جو بيقول له God knows، الله يعلم، you are welcome to it، يعني مرحبا بك فيها في الباي ديت، يعني في معنى كده بالهنا والشفا. We don't know what you have done. مستر جو بيكمل كلامه بيقول له احنا مش عارفين انت عملت ايه. But we wouldn't have you starved to death. احنا برضو ما يرضناش ان انت starve. كلمة starve معناها يموت من الجوع. You starved to death poor fellow، ايها الشاب المسكين. ده ديالوج اللي دار ما بين الكونفكت ومستر جو. النقطة رقم 4، The soldiers took، الجنود took أخذوا the two convicts، الconvicts دولت and they disappeared، واختفوا towards اتجاه the prison ships، طبعا هياخدوهم على prison ships على طول. Number 5، Pip grew older. grew يعني became، grew older يعني أصبح أكبر في السن شوية. He worked harder، اشتغل أكثر وأكثر. and went to an evening school، وكمان مش كده، يعني مش اشتغل بس كبرنتس لبلاك سميث، لكن هو كمان in the evening he went to an evening school. مين بقى كان هناك؟ السكول ديت كان في واحدة مسؤولة عنها، واحدة ست كبيرة، كانت في بنوتة بتشتغل معاها the same age of Pip، تقريبا نفس العمر بتاع بيب. اسمها ايه بقى؟ نمبر 6 عندنا بيدي، اسمها بيدي. another orphan، وعلى فكرة بيدي ديت كانت orphan تانية، was working in that evening school. She gave Pip lessons. It did Pip lessons to know، عشان يعرف how to read and write alphabet، عشان يقرأ ويتعلم كده ويقرأ ويكتب الألفابت اللي هي الحروف اللي جاية. نمبر 7، مستر جو wanted بيب. مستر جو بقى لما شاف بيب كده بيتعلم وبدأ يقرأ شوية، كان عاوز من بيب to teach him alphabet، قال له علمني الألفابت. because عشان ايه بقى؟ نعرف التاريخ كده بتاع مستر جو. because his father didn't let him go to school، بابا ما سمحلوش ان هو يروح للمدرسة. he wanted Joe a blacksmith، هو كان عاوز جو to be a blacksmith، انه يكون blacksmith. but Mr. Joe was still loving his father، لكن بالرغم من كده، لكن مستر جو as a kind man he forgave his father، سامح بابا ان هو didn't let him to go to school. number 8، Uncle Pumblechook، بعد بقى ما كل وبعد استريح في البيت مع مستر جو، اللي هو مين بقى مستر بامبلشوك زي ما قلنا. he rented an office from Miss Havisham، هو كان بيأجر كده مكتب صغير كده من أملاك مس هافيشام، وكان بيروح لها في البيت. told Mrs. Joe، مس هافيشام ديت بقى told told Mrs. Joe، مستر أنكل بامبلشوك أخبر Mrs. جو that Miss هافيشام، إن مس هافيشام wanted a boy، كانت عاوزة ولد to play in her big house، عاوزاه يلعب في المنزل الكبير بتاعها. Mrs. جو found it a good chance for Pip. Mrs. جو ديت كانت فرحانة جدا إن ديت كانت فرصة عظيمة for Pip. طب ليه؟ فرصة عظيمة ليه؟ to get a fortune، عشان يحصل على ثروة، يعني فلوس كتير من الموقف ده، لأن عارف إن مس هافيشام غنية جدا. نمبر 10، مس هافيشام was a rich lady، كانت غنية جدا، who lived، كانت عايشة in a big gloomy house. خد بالك بقى من الحتة ديت كويس جدا. المنزل بتاع مس هافيشام was gloomy يعني كئيب قوي، ما فيهوش فرحة. gloomy house and never came out of it، and never، وأبدا خرجت منه، يعني عايشة طول عمرها من ساعة ما كانت شابة في البيت دهوت، ما اتحركتش منه. ديت كانت الكلايمكس اللي هي الأحداث الهامة جدا في الجزء الأولاني من شابتر 2. ناخد مع بعض الكومنتس اللي هي التعليقات بتاعت الأشخاص. لما واحد يقول التاني إن هو بامبلشوك بيقول إيه؟ Are you after convicts؟ يعني دي بتساوي إيه؟ يعني are you going to arrest the convicts؟ هل أنت سوف تقبض على الكونفكتس الهاربين؟
Number 2 I hope we don't find them. أتمنى إن إحنا ما نجدهمش. يعني هنا بيب يقصد إيه بالجملة ديت؟ بيب was afraid the soldiers find his convict. اللي كان خايف إن السولجرز يجدوا الكونفكت. طبعا أنتوا عارفين بقى السبب. لأن الكونفكت دوت هيشك في بيب إن هو أخبر البوليس. Number 3 give up you two. give up استسلموا انتوا الاتنين استسلموا. طبعا السولجرز قال الكلام دوت to stop fighting both of you. يعني انتوا الاتنين توقفوا عن العراق. Number 4 God knows you are welcome. ربنا يعلم ان انت يعني احنا نرحب بك قوي قوي في it هنا مع مقصود بها الباي الفطيره يعني بتاعت مستر جو اللي هم المفروض ياكلوها on Christmas Eve. مستر جو wasn't angry with the convict. مستر جو ما كانش زعلان من الكونفكت who ate his food اللي هو كان الأكل بتاعه. Number 5 we don't know that you have done what you have done. احنا مش عارفين what you have done ايه اللي انت عملته but we wouldn't have you starved to death. لكن احنا مش عاوزينك تموت من الجوع. طبعا مستر جو affirmed يعني بيأكد his kindness الطيبة بتاعته once again مرة أخرى. telling Bib's convict بيقول للconvict بتاع بيب that they didn't want him to starve إن هم مش عاوزينه starve. آخر حاجة number 6 he's a liar born. الconvict بتاع بيب بيقول على الconvict التاني he's a liar born يعني هو مولود كذاب. يعني he never tells the truth مش ممكن يقول الحقيقة إطلاقا. دي comments اللي موجودة المهمة جدا. ناخد questions and answers. Number 1 What news did Uncle Pumblechook get Mrs. Jo? ايه الأخبار اللي جابها مستر بامبلتشوك لميسز جو اللي هي ايه بقى؟ ميس هافشام وونتد بوي. ميس هافشام عاوزة ولد to play in her house علشان يلعب في البيت عندها. He suggested Pep اقترح على ميس هافشام Pep. Number 2 How did Mrs. Jo receive that news and why? ميسز جو استقبلت الأخبار دي ازاي وليه؟ She was satisfied. هي كانت مرتاحة with it هنا عن الأخبار. She thought about هي فضلت تفكر كتير about the fortune الثروة بيب would get إن بيب اللي هياخدها in the future في المستقبل. Number 3 Why wasn't Bib happy by that news? طب أخبار بيب إيه؟ هل فرحان إنه يروح عند ميس هافشام؟ ما أعتقدش. إنه نشوف كده it was the first time أول مرة to leave his close friend أول مرة يسيب صديقه الحبيب أوي اللي هو مستر جو فما كانش عاوز يمشي. Number 4 Do you think that Pep was satisfied? هل تعتقد إن بيب كان مرتاح his life before going to Miss Havisham's house؟ كان مرتاح مع العيشة مع ذا جوز in this poor house? Yes he was pleased to be an apprentice كان مبسوط انه يكون apprentice to Mr. Joe and with his clothes too وكان برضه مبسوط من ملابسه ما كانش بيجد فيها اي عيب. Number 5 The two soldiers searched for a blacksmith in the village at night. تاني The two soldiers الجنديين searched قعدوا يدوروا على blacksmith اي blacksmith in the village في القرية at night والدنيا ليل. clarify كلمة clarify نوضح الكلام دوت. ليه بقى كانوا بيدوروا على blacksmith to repair the broken handcuffs عشان يعني يصلحوا broken handcuffs. Number 6 Mr. Joe was a helpful man. مستر جون ده كان راجل مساعد بيحب المساعدة كتير جدا. illustrate in chapter 2 وضح الكلام دوت في chapter 2 بس. He suggested helping the two soldiers. He suggested اقترح helping مساعدة the two soldiers الجنديين. ليه بقى؟ to search for the two convicts عشان يدوروا على the two convicts with Pep. Number 7 Mr. Joe proved that he was a forgiving character. Mr. Joe proved أثبت إن هو شخص forgiving متسامح. illustrate معناها فسر الكلام ده. بص بقى although Mrs. Joe sometimes insulted him بالرغم إن Mrs. Joe ديت كانت دايما insulted him بتهينه he admitted أقر واعترف that she was a fine lady إنها امرأة fine جميلة وكويسة. إيه تاني although his father forbade him
to learn. برغم ان بابا منعه ان هو learn يتعلم. He forgave him سامحه. Number 3, although the convict said that he stole his file and food. برغم من ان الكونفكت قال ان هو سرق فايل بتاعه والاكل بتاعه. he forgave him سامحه. دوت مستر جو اللي هو دلوقتي كده وقدام شويه كده والاخر القصه هيكون في منتهى التسامح مع خاصه مع بيب. Number 8, do you think that Mr. Joe was a good blacksmith? طب هل تعتقد ان مستر جو بقى مش شخصيه كويسه وطيبه؟ لا. هل هو كان blacksmith بروفيشنال يعني راجل كويس؟ yes. ليه؟ ايش عرفك؟ he fixed هو صلح the handcuffs swiftly. كلمة swiftly يعني quickly يعني بسرعة. Number 9, the convict looked at Pip doubtfully. convicted looked at يعني نظر لبيب doubtfully ومليان بالشك اتجاهه. but he changed his mind. لكن غير فكره غير رأيه. ليه يا ترى؟ illustrate يعني فسر. بص معايا الإجابة. when the convict saw Pip with Mr. Joe and the two soldiers. لما شاف إن بيب موجود مع مستر جو والتو soldiers he suspected هو شك that Pip got them اللي هو جابهم to the marshes للمستنقعات to arrest him عشان يقبض عليه. anyhow لكن ايه اللي حصل بقى؟ على اي حال بيب gave him a look. بيب يعني اعطاله a look يعني بص له نظره كده معينه which meant اللي كان مقصود بيها that he didn't tell them اللي هو ما قال لهمش اي حاجه. the convict understood it. الكونفيكت الهارب understood فهم النظر ديت. Number 10, the convict proved that he was a good man. الكونفيكت ده اثبت وبرهن ان هو a good man رجل كويس. illustrate he confessed هو اعترف stealing بسرقة مستر جوز فايل and food. اعترف بسرقة الايه الفايل والفود كده بالشكل ده هو برأ مين بيب. and then وبعدين asked سأل او طلب his forgiveness يعني طلب من بيب من مستر جو forgiveness. كلمة forgiveness التسامح او السماحة. he didn't mention بيب ولم يذكر بيب على الإطلاق. Number 11, do you think that Pip an ambitious boy? أعتقد إن بيب ده ambitious. كلمة ambitious يعني ذو طموح يعني عنده طموح. when he grew older when he became older لما أصبح أكبر في السن he worked much harder. اشتغل على نفسه أكتر وأكتر مش ك blacksmith أو apprentice to blacksmith بس كده. and he gave more money to Mrs. جو وادى فلوس اكتر واكتر لاخته اللي هي Mrs. جو. he also joined an evening school. ده كمان كان مشترك بالليل في مدرسة مسائية. بيدي was a helpful girl to Pip. بيبي دي ليها helpful girl بنت ميالة للمساعدة عندها مساعدة كتير جدا خاصة لبيب. show how وضح ازاي. بيدي was an orphan who worked. بيبي ديت كانت orphan يتيمة who worked اشتغلت in an evening school and gave Pip lessons to read and write. ده كانت بيدي. Number 13, why did Mrs. Joe insisted on sending Pip to Miss Havisham's house؟ تاني ليه why did Mrs. Joe لماذا Mrs. Joe insisted on كلمة insisted on أصرت على sending إرسال بيب to Miss Havisham's house لمنزل مس هافيشام. سبب بسيط جدا الفلوس. أنه الإجابة مس هافيشام was a rich woman. مس هافيشام ديت كانت امرأة غنية. so Mrs. Joe expected Mrs. Joe أخت بيب expected توقعت that she would give إنها تدي بيب a fortune ثروة. وديت كانت الأسئلة اللي هي اللي فيها إجابات. أنت بقى عندك homework لازم تحله وإن شاء الله خير وهنحله معاك بإذن الله ولا في أي حاجة وقفت قدامك. طبعا أنت كده إن شاء الله لو عجبك الكلام دوت هتعمل إيه لايك وسبسكرايب. ثانك يو.